السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل فراخ مشوية بأبسط طريقة وبأبسط مكونات عندِك في البيت. جِبت هنا بصلاية وسط وقطّعتها 4 وجِبت فص توم وكمان عود كرفس وكمان طماطميتين ونزلت بيهم في الكبة. لو ما عندكيش كبة عادي تقدري تبشري البصل وتبشري الطماطم. إحنا النهارده هنعمل حاجة بسيطة جدًا وهتدّينا نفس طعم الفراخ المشوية ونفس الtaste بتاعها. تمام كده. ضربتهم بقى في الكبة عندي، وبعد كده هابدأ إن أنا أحط لهم التوابل. عايزة أقول لكم لو عندِك توابل فراخ مشوية أو كفتة مشوية تقدري تحطي هنا، بس أنا ما كانش عندي بصراحة، فهاحط التوابل اللي أنا هاقول لكم عليها دلوقتي. حطيت هنا عندي ملح، وحطيت هو كمان هنا بنحط نُص ليمونة. بتغسلي الفراخ عادي بليمون وبتحطي نُص ليمونة برضه، دوّة بيخلّي الأنسجة بتاعة الفراخ تستوي معاكِ بسرعة. طبعًا بنسيب الفراخ منقوعة حوالي ساعتين أو 3 تقدري تسيبيها لتاني يوم، تقدري تحطيها في الفريزر تحتفظي بيها أسبوع، ما فيهاش أي مشكلة. هنا بقى عندي زي ما باقول لكم حطيت ملح، معلقة بابريكا كبيرة، معلقة بهارات فراخ، ومعلقة فلفل أسمر، حبة قرفة، آمم، توم باودر وبصل باودر وجنزبيل. أنا باموت في الجنزبيل بصراحة، بيدّي طعم هو والبابريكا طعم تحفة جدًا والقرفة كمان. طبعًا عندي هنا الفراخ بقى جبتها وبدأت إن أنا كل حتّة فيها لحم تخين، يعني الصدر مثلًا قطعته نُصّين وبدأت إن أنا أعمل فيه فتحات علشان أدخّل فيه الخلطة دي، ويقدر يتشرّب أكبر كَم من الخلطة علشان خاطر يبقى يعني تاخد الطعم وتبقى حلوة. زي ما شايفين كده بقى وبدأت أنزل أحشي بقى الحتت اللي أنا فتحتها دي في الفراخ بالخلطة بتاعتي. الخلطة دي على فكرة لو عندِك معلقتين زبادي تقدري تحطي، بس أنا ما عنديش، وأنا زي ما باقول لكم حاجة اقتصادية وبسيطة جدًا وهتدّينا نفس الطعم، فما فيش مشكلة. تقدري بس تطوّلي عليها يعني تسيبيها في التتبيلة دي شوية كتار، علشان الزبادي كمان بيطرّيها أكتر وبيخلّيها تستوي بسرعة. جِبت بقى عندي صينية طبعًا من غير دهون ولا أي حاجة، نزلت بقى بالفراخ بتاعتي بعد ما سِبتها ساعتين أو 3 كمان. آآ نزلت بقى في الصينية بالفراخ كلّها وكمّلت بقى حطيت بقية الخلطة بتاعتها عليها، وما حطيتش دهون زي ما باقول لكم، وهتشوفوا دلوقتي هي هتنزّل كمية دهون قد إيه. طبعًا ما فيش فرن ولا حاجة بقى، أنا حطيتها على البوتاجاز وغطيتها وسِبتها على نار هادية. سِبتها بقى لحد ما استوت، بدأت إن أنا أقلّبها شمال ويمين، شمال ويمين لحد ما استوت خالص معايا. ما خدتش كلّها على بعضها نُص ساعة أو ساعة إلّا ربع على البوتاجاز. طبعًا إحنا لو هنشويها في الفرن بتاخد حوالي ساعة أو ساعة وربع كمان. فعندي هنا طبعًا نفس القصة سريعة خالص. جِبت كمان بقى عشان أحس بطعم الشوي دوّة بقى والريحة الحلوة بتاعة الشوي، عملت فحمية على النار وجِبت ورقة ألمونيوم وحطيتها كده في قلب صينية الفراخ، وبدأت أنزل عليها بالدهون بتاعة الفراخ، ودي النتيجة كانت طعمها تحفة بجد والله. يا ريت تجربوها وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.